بص، انا يمكن بقالي فتره تعبان والدنيا عندي خربانه، عشان كده ما بصورش فيديوهات. وان شاء الله الدنيا تتحسن. بس عايز اتكلم على منتخب مصر دلوقتي. اللي بيحصل ده انت مستغرب منه؟ لا، اللي بيحصل ده طبيعي. طب ليه اللي بيحصل ده طبيعي؟ لان انت ما عندكش اساس من البدايه. انت ما عندكش اي شيء تقدمه من البدايه. يا جماعه افهموا، يا جماعه افهموا. احنا العنصر الوحيد اللي بنراهن عليه هو الروح. هو الروح، هو الروح. الروح من غير امكانيات مش هتنفع. الروح من غير امكانيات انت واقع، وهتفضل طول عمرك واقع، وهتفضل طول عمرك في نفس الدايره دي، وهنفضل طول عمرنا بنزعق، وهنفضل طول عمرنا محروق دمنا بسبب المنتخب. هنفضل طول عمرنا في نفس الدايره دي طول ما مفيش عدل، طول ما اصحاب المواهب بيشتغلوا شغلانات تانية غير الكوره، والناس اللي المفروض ما تلعبش كوره بتلعب كوره. ما طول ما انت ماشي غلط هتفضل في نفس الطريق ده، في نفس السكه دي. فما تجيش تطلب مني حاجه مشرفه. كابتن مدحت شلبي بيقول ايه؟ ان شاء الله المنتخب الاول يشرفنا في افريقيا. عايز اقول لك ان احنا لو ما خرجناش من دور المجموعات يبقى ده ربنا كده بيحبنا. انا اللي بقول لك منتخب مصر، منتخب مصر اللي جاي اسوأ للاسف، اللي جاي اسوأ. وعايز تعرف كلامي صح ولا غلط؟ شوف اسامه نبيه واللي احنا قدمناه معاه. والدنيا دي طول ما في واسطه ومجاملات، طول ما الدنيا هتخرب. ما تبحث عن اداء حلو، حاجه شياكه، عشان خاطر احنا ما عندناش. انت ما عندكش الامكانيات، انت فاقدها.